لحضراتكم بفيديو جديد من قناة مشروعك عندنا. أنا جايب لحضراتكم مشروع النهاردة لأي حد عنده مكان، ومشروعه كله هيتكلف 45,000 بس، اللي هو حق الماكينة بتاعة النهاردة. لو انت عندك مكان وعايز تفتح مشروع، يبقى انت كده بتتفرج على الفيديو الصح. ايه المشروع اللي احنا نحكي عليه النهاردة؟ المشروع هو كسارة البلاستيك، اللي هي بتكسر الجزايز بتاعة البيبسي وجزايز المياه المعدنية وجزايز الخل وكتير من أنواع الجزايز البلاستيك بكافة أنواعها. بتتخصص هذه الماكينة في بطحن جميع الجزايز وتحويلها إلى قطع صغيرة وتعبئتها في شوالات وتوديها للمصنع بيشتريها منك بالطن. طب انت بتعمل ايه؟ انت بتروح عند الجماعة السريحة. في الأول نحكي على المكان هو 100 متر أو 150 متر، ويكون مكان منعزل شوية علشان صوت الكسارة. هي صوتها مش عالي كتير، بس علشان انت تكون شغال في شغلك صح ومفيش حد يشتكي عليك ولا يقولك عملت إزعاج ولا تخش في مشاكل. لو انت عندك قطعة أرض متطرفة شوية وفيها كهرباء، الماكينة دي بتشتغل. أول حاجة سعرها 45,000، وبتشتغل على الكهرباء العادية اللي هي 220، اللي هي فيشة زي فيشة الغسالة أو فيشة التلاجة. طيب، احنا دلوقتي حكينا على سعر الماكينة وحكينا على المكان. نتكلم عن الطن. انت هتروح للجماعة السريحة اللي هم بيسرحوا يلموا جزايز، بيكون عندهم مخازن وبيكون في ناس مختصة وفي مخازن بيتباع فيها البلاستيك والحاجات دي بالطن. طيب انت تعمل ايه؟ انت هتروح للناس ده ايه، تشتري منها الجزايز ده ايه بالطن. الطن بيكون 3000 حقه. بتشتري الطن وبتقوم بطحنه على الماكينة وفي تعبئته لشوالات في كذا مرحلة. بس انت وفي كذا ماكينة، بس انت هتشتغل انت كمبتدئ جديد في المشروع. هتدور على المضمون واللي هو ما يكلفش عليك كتير علشان مشروعك ما يكلفش فلوس. طيب انت هتشتري الطن ب3000، هتطحنه. هيكلف عليك الماكينة دي بتطحن في الوردية الواحدة 8 ساعات، بتطحن طن و250 كيلو. يعني انت هتطحن طن وربع في اليوم. احنا مش هنقول طن وربع، احنا هنقول انت علشان تخلص بدري وتودي شغلك المصنع وما تتعطلش، انت هتطحن في اليوم الواحد طن. طيب الطن ده هيكلف عليك قد ايه؟ الطن ده هيكلف عليك 500 جنيه، اللي هي ايدي عاملة وكهرباء ونقلك للمصنع. بالنسبة للمصنع وازاي بتودي، انت بمجرد ما بتجيب رقم المصنع وبترن عليه بيقولك هات اي حاجة عندك، وكل حاجة على حسب تمنها. لان انت لو المنتج بتاعك انت بتغسله بتوديه مصنع الغسيل او في مغاسل المفتوحة اللي هي مختصة بغسل البلاستيك، بسعره بيزيد وبيبيعه بسعر اعلى. وانت لما هتبحث عن المشروع وهتدور وهتسمع فكرة المشروع وتحاول تدور عليه، هتسأل اكتر وتعرف اكتر. طيب احنا جبنا الطن ب3000 وكلف علينا 500 جنيه، باقي 3500. السعر الطن انا هبيعه بكام بعد ما كسرته وكيسته هيروح للمصنع؟ انا هبيعه ب6000 جنيه، يعني كسبان في كل طن 2500 جنيه. 2500 جنيه ده في كل طن. يعني انت لو اشتغلت مظبوط 100% وخليت بالك من المصلحة و100 هتكسب في الطن 2500 جنيه. انا هقول لك انت مش هتشتغل طول الشهر، انت هتريح مثلا يوم الجمعة او يوم في الاسبوع. يعني اسبوعك هتشتغل 6 ايام بس في الاسبوع. يعني اسبوعك واجع عندك 2 في 6 ب12 و12,000 جنيه، وعندك 6 في 500 ب3000، يعني 15,000 جنيه في الاسبوع الواحد. ده كمان انت مريح يوم في الاسبوع. بس نصايحنا ليكم ان انت قبل ما تخطي اي خطوة في المشروع لازم تبحث وتدور كويس، ولازم تعرف خط الانتاج ازاي والمكان ازاي وازاي تسوق المنتج، ولازم تحسب الحساب 100% قبل ما تخطي اي خطوة. لان احنا بنقدم لحضرتك الفيديو
او الفكرة وانت بتبدأ فيها وبتمشي، وبنقدم لك نسبة كبيرة من الفيديو في الفيديو بتاعنا، وانت بتاخد الفكرة بتاعتنا وبناء عليها بتبدأ طريقك. وان شاء الله تكون الفكرة عجبت حضراتكم، وما تنسوش اللي ما اشتركش في القناة او اول مرة يشوف فيديوهاتنا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصل لحضراتكم كل جديد. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.